السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انطلب مني كتير قوي وصفه رموش الست، وقررنا ان احنا النهارده نعملها مع بعض بطريقه سهله جدا تخليكي تقدري تعمليها في البيت بكل سهوله، وبجد تطلع معاكي جميله جدا ومرمله. مفيش احلى من كده. نشوف هنحتاج ايه عشان وصفتنا. يلا بينا. هنقول بسم الله. معايا 2.5 كوب دقيق، نص كوبايه زبده، نص كوبايه سكر بودر، ربع كوبايه سميد دقيق بسبوسه، معلقتين كبار جوز الهند ناعم، بيضه وبياض بيضه، يعني معايا بيضه كامله وبياض بيضه تانية. اخدت بس البياض وشلت الصفار عشان ادهن بيه ايه وش رموش الست. يبقى معايا بيضه كامله وبياض بيضه. تمام. باكت بودر، ومعايا فانيليا. اللي يحب يستعمل فانيليا بودر ماشي، بس انا بحب السايله بصراحه. تمام. يلا بينا نخش في الوصفه. اول حاجه هحط ايه؟ هحط عندي الزبده، واحط السكر، وهنزل بالبيض، وهنزل بدقيق السميد وجوز الهند والبودر والفانيليا. تمام كده. وهخلط، مش هيتفضل عندي الا الدقيق، هيكون اخر حاجه هضيفها بعد ما اخلط السوائل دي مع بعضها. يلا بينا. هنقول بسم الله. اللي عايز يستعمل مضرب كهربي عادي يا جماعه، يستعمل عجان عادي، اي حاجه، بس انا حبيت اعملها بايدي معاكم عشان اللي ما عندوش اي حاجه من دي ما يستصعبش الوصفه ويقول مش هعرف اعملها. بجد هتطلع معاكم جميله. هنخلط كل المواد دي مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده معايا خلطناه كده، خلطنا كل حاجه مع بعضها لحد ما الخليط هيبقى عندي بالشكل ده. تمام. هنزل بقى بكوبايتين ونص دقيق، ودقيق يكون منخول يا جماعه. هنزل واحده واحده. تمام كده معايا. شايفين العجينه بقت عامله ازاي؟ قوامها بقى عامل زي عجينه البسكوت. اهم حاجه تكون كويسه عندي، مش بتلزق، متماسكه زي ما احنا شايفين كده. شايفين عامله ازاي؟ قوامها جميل جدا. يعني لما عندي اكورها كده تبقى بالشكل ده كده. خليها بس اسيبها لك. شايفين كده؟ تمام. يلا دلوقتي بقى ده شكل العجينه معانا بعد ما خلصت وجهزت. ماشي. هوريكم بقى هنشكلها ازاي. هناخد كده قطعه من العجينه نكورها كده عندنا بالشكل ده كده. ماشي. واعمل بقى ايه؟ اعمل حز كده في الوسط عشان لما تخمر عندي يبقى تطلع بالشكل الايه اللي حضراتكم هتشوفوه. ماشي. هيبقى ده شكلها عندي. تمام. هكمل. هسيب بقى ايه مسافة بين كل واحدة وواحدة عشان هي لسه هتفرد معايا شوية عشان خاطر البودر اللي انا حطاه. ماشي. بالشكل ده اكورها. تمام كده. هعمل بصبعي كده كده في الوسط، اعمل زي فلق كده. تمام. المها كده شوية. ماشي. هتبقى بالشكل ده واحطها وهكرر نفس الطريقة. نكمل تاني. تمام. شايفين بقى بالشكل ده كده عندي.
تمام. هعمل ايه بقى؟ صفار البيضه اللي انا كنت شايلاه من البياض اللي كنت حطاه ده، هحط عليه فانيليا وهدهن بيه الوش. خليكم معايا. ده بقى الصفار عندي، هنحط عليه شويه فانيليا. مش تمام كده؟ وهدهن بيه ايه؟ هندهن بيه وش الرموش زي ما حضراتكم كده شايفين. يلا بينا نشوف هندهن الوش ازاي. يلا بينا. يلا بينا ندهن الوش كده كويس زي ما احنا شايفين كده. تمام. هخلص بقى الصينية كلها عندي كده ادهنها كويس بالصفار. بكون مولعة يا جماعة الفرن. اول ما اكون ببتدي في الوصفة بتاعتي بكون مولعة الفرن، يكون ساخن مسبقا. تمام. واحطها بتاخد يعني تقريبا تلت ساعة في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. ندهن الوش كويس قوي. تمام كده. بعد ما خلصت ادهن الوش بقى بالصفار هعمل ايه؟ عندي شوكة. ماشي. هعمل فيها خطوط بسيطة كده، خطوط بسيطة قوي بالراحة. تمام كده. تمام. عملتها كده بالشوكة، خططتها حاجات بسيطة كده، بيطلع شكلها حلو معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. هدخلها بقى على فرن ساخن مسبقا ونشوفها بعد ما تخرج هتبقى عاملة ازاي. يلا خليكم معايا نشوف هتبقى عاملة ازاي بعد ما تخرج من الفرن. ده هيبقى شكل الرموش لما تخرج من الفرن. شايفين عاملة ازاي؟ بجد جميلة قوي. شايفين قد ايه جميلة، متحمرة وشكلها جميل قوي، بجد جميلة. نشوف واحدة من تحت. شايفين واخدة اللون الذهبي الجميل، جميلة قوي. انا خرجتها من الفرن وهكون مجهزة الشربات بتاعها. الشربات لازم يكون خفيف بارد. هحتاج للشربات ايه؟ كوبايتين سكر، كوبايتين مية، وعليهم عصرة نص ليمونة، وهحطهم على النار لمدة ربع ساعة. تمام. يغلوا، هيكون خفيف طبعا. انزله يكون جاهز قبل ما اكون شغالة في الايه، في رموش الست. تمام. انزله يكون برد، اخرج الرموش تبرد عندي واسقيها على طول بالشربات. ده شكل الشربات عندي. هسقي بيه. شايفين خفيف ازاي؟ هسقي بيه على طول بقى الرموش زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل الرموش عندي بعد ما خلصت وسقيتها بالشربات الخفيف البارد. بقى شكلها كده زي ما حضراتكم شايفين. بجد جميلة قوي قوي قوي، هتعجبكم بجد. بتدوب دوبان في البق ومرملة. بجد جربوها هتعجبكم قوي. نشوف واحدة معانا عاملة ازاي وقلبها عامل ازاي من جوه. شوفوا عاملة ازاي الترميلة بتاعتها. شايفين؟ مرملة قوي يا جماعة بجد، وطعمها حكاية. طعمها جميل قوي. شايفين الترميلة؟ شايفين؟ بجد جميلة قوي. بجد بجد هتعجبكم.
بتمنى تجربوها، وبتمنى تكون سهلة عليكم. بجد هي سهلة مفيهاش اي تعقيد، ما بتاخدش مننا اي وقت ولا مجهود، بجد جميلة وطعمها جميل قوي، هتعجبكم. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، بتمنى تكون فادتكم، وبتمنى بجد يا جماعة قبل ان انتوا تعملوا لايك او شير او اشتراك في القناة، بتمنى ان وصفاتي تكون بجد بجد بتفيدكم. ده اللي انا بتمناه، انا بطلع على اساس ان انا بقدم اي حاجة عشان تستفيدوا منها، مش عشان حاجة والله تانية. بتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.